على الدراهم الجزائر يوجد هؤلاء الستة شهداء الجزائر ومحرروها بالأمس القريب كانوا يسمون بالإرهاب وكانوا يلقبون إرهابا. هؤلاء هم من حرروا الجزائر وأرغموا كل دول العالم على الاعتراف بهم. لهذا مع مواصلة الكفاح سيعترف كل من يتهم المقاومة بالإرهاب. وهذه التي أمامي تقارب $1000. أريد أن أخبر الشعب الجزائري من يظن أن معركة الجهاد بعيدة عنه، هذه تساوي معدل صاروخين من قذائف الياسين 105. سأكون حريصا على أن تصل في أيدي المقاومة حتى أساهم مع المقاومة. لهذا أطلب من الجزائريين أن يبذلوا بأموالهم ويساهموا مع إخوانهم، فهناك أياد أمينة لطالما أوصلت مساعداتهم إلى المقاومة. وأترجى أن يسمع كلمتي أبا عبيدة وأن يكتب اسم والدي رحمة الله تعالى عليه على أحد الصواريخ حتى أنال شرف الجهاد مع هذه الفئة العظيمة.